اليوم بنتكلم عن واحد من أقدم وأصح أنواع الخبز، خبز الساوردو. اللي يميزه مو إنه ترند، السر إنه يعتمد على تخمير طبيعي بالكامل بدون خميرة فورية نهائياً. الساوردو يتخمر ببطء من 8 ساعات إلى يوم كامل، وهذا التخمير الطويل يكسر جزء من الجلوتين ويعطي الخبز النكهة أعمق وقوام خفيف من داخل ومقرمش من برا. وعشان تخميره طبيعي، كثير ناس اللي يعانون من انتفاخ وثقل يلاحظون إنه أخف على المعدة وأسهل في الهضم. طيب، كيف نسويه؟ الوصفة جداً بسيطة. نحتاج كوبين دقيق أبيض، كوب ماء، ملعقة ملح، وربع كوب من الساوردو ستارتر. نخلطها ونعجن شوي ونخلي العجينة ترتاح ساعة. بعدها نسوي لها طيات كل 30 دقيقة 4 مرات. بعدين نغطيها ونتركها ترتفع ببطء 8 ساعات. وبالليل ندخلها الثلاجة 12 ساعة عشان تتخمر. وبالآخر نخبزها على حرارة عالية 230 درجة، بتطلع قشرة ذهبية وصوت قرمشة ما يتفوت. وإذا تبغون خمير حضرمي طبيعي، تواصلوا معنا على الخاص.